ان احنا نبدو كاسلاميين افضل كتير من الشباب الليبرالي المهيس اللي ما يعرفش اي حاجه، واللي عنده استعداد يخوض في عرض امك وابوك وفي الدين وفي كل حاجه وما عندوش مشكله، لانه ما ترباش على فكره ثوابت. هو ما عندوش ثوابت، كل حاجه عنده متغيره، كل حاجه عنده متغيره. يعني لما تطلع سميرة ابراهيم بتاعت كشوف العذريه دي وجايه تقول لك المرشد ابو دقن بيكذب، ياه ده انت عمرك كله لو حطيتيه كفه ما يجيش جنب اللي اتعمل في المرشد في حياته. نفتكر للناس كده. اشمعنى بنفتكر نضال الليبراليين والشواذ بس؟ اشمعنى بنفتكر نضال الليبراليين والشواذ فقط هو اللي بيبقى قدام عينينا عالي قوي؟ خلاص يعني قبل ثورة 25 يناير اتمحى ما تعرض له المهندس خيرت الشاطر أو غيره من جماعة الإخوان أو غيره من السلفيين لاضطهاد النظام السابق. وبقول لكم وبتأكد أيام ما كان الشباب بيروح يقف قدام السينمات لأحمد حلمي وأحمد عز طوابير قد كده ويجروا ورا محمد فؤاد وهو أحمد حلمي في الشوارع عشان يمضوا منهم بوستر، كانت التيارات الإسلامية بتدوق المر من أمن الدولة ومن النظام.